اوسخ من كده مفيش. يا ناس انت اللي تستاهل برضو يا شريف، انت اللي دخلت فيلم لعلي ربيع، مستني ايه يعني؟ اوسكار ولا هتموت من الضحك؟ انا دخلت الفيلم على امل ان اشوف حاجه خفيفه لطيفه يعني مثلا، بس اللي حصل غير كده تماما. انا لازم اخلي الناس ما تغلطش غلطتي. فيلم الصفا ثانويه بنات كان ممكن يبقى حلو، كان ناقص بس شويه حاجات كده، زي ان هم يجيبوا ممثلين تانيين او يجيبوا مخرج مختلف ويجيبوا مؤلفين مختلفين ويجيبوا كمان منتج مختلف، وقتها كان ممكن يبقى حلو. طيب هل الفيلم ليه اي ميزه ممكن اتفرج عليه عشانها؟ في ميزه. لو انت بتحب ال NBA او بتحب الباسكت بول ممكن الفيلم يعجبك وممكن تكره اللعبه كلها. ليبرون جيمس وانتوني ديفيز وستيفن كيري لو شافوا الفيلم ده يعني احتمال يعتزلوا اللعبه نهائيا. خليني اقول لك الحكايه بتاعت الفيلم ايه. علي ربيع طالع ان هو كان بيلعب كره سله قبل كده، بس الحظ ما وقفش معاه، وبدا بقى بمشهد انهم كل الناس قاعده مستنياه علشان ايه ينقذهم بقى وهو اللي يجيب المكسب وكلام من ده. مشهد كليشيه جدا شفناه في 50,000 حاجه قبل كده، مفيش اي كرياتيف. اخوه بقى ولا قريبه والله حتى نسيتها من كتر سذاجة الفيلم، شغال في مدرسة، المدير بتاعهم كان خلاص ناوي ان هو يجيب له رفعة، مش عايزين يبقى في مدرسة تاني، مش جايبة همها، مش عارف ازاي مدرسة مش جايبة همها، بس تمام. بيسمعوا ان في بطولة لكرة السلة، لو الفريق بتاع المدرسة قدم فيها وكسبها هيكسب 150,000 دولار. انا شفت الفيلم ده فين قبل كده بالظبط؟ الحريفة وغيرهم برضو كتير. فيستعينوا بقى بمين؟ يروح يجيبوا مدرب فني اجنبي، يروح يجيبوا مدرب قيمه بقى وقامه عشان يعرف يكسبهم الكلام ده، يروح يجيبوا مين؟ علي ربيع اللي هو عمره ما درب قبل كده ولا يعرف اي حاجه من الكلام ده، بس تمام نعديها. مشهد بقى تاني من الفيلم طلع بقى ان اهل القريه كلهم فرحانين عشان هو نازل القاهره، يعني رمضان مبروك 2008 عملها وعملها اكيد احسن منك. لما بقى بيروح القاهره فتاة ليل بتحاول ان هي تحاول معاه، يا الهي يا ما شفتهاش في شحاته ابو كف والله. بيروح بقى المدرسه دي يكتشف انها مدرسه بنات. طيب هما بقى المخرج بالمنتج بالمؤلف بالناس دي قالوا فيلم الحريفه نجح، احنا عايزين نعمل حاجه شبههم. احنا الفتره اللي فاتت عملنا كام فيلم رياضي كويس، كان في الفيلم اللي اتعمل ريميك باين ل 442 كان اسمه المطاريد او اعتقد حاجه شبه كده، في فوي 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 نجح برضو، وفي الحريفه 1 و2. يلا بقى نعمل فيلم رياضي. طيب احنا عندنا العاب رياضيه ما اتكلمناش عنها، ما في حدش عمل حاجه عن الباسكت بول يا كابتن، يلا بينا بقى نعمل عن الباسكت بول ونضيف كمان ان الفريق يبقى فريق سيدات، يبقى يا الهي على الكرياتيفيتي، يا مش ممكن. ماشي، انا واحد بحب الان بي اي وواحد كنت بلعب سله اصلا زمان، فانا اشتريت القصه لان انا كده كده حابب الحاجه دي. غيري بقى ما اعتقدش ان هو هيحب، بس برضو تمام. هل بقى الفيلم هيضحكك؟ لو انت بتحب علي ربيع وبتحب افيهات علي ربيع فهو الفيلم هيعجبك، ولو انت كنت طفل من 15 سنه وانت تحت برضو الفيلم هيعجبك. انا كنت قاعد في القاعه وكان في اطفال كتيره جدا بيضحكوا من الافيهات، فتمام كل واحد برضو ليه الذوق بتاعه. لكن لو انت مش بتحب علي ربيع ومستنيه يضحكك فانا بقول لك لا، علي ربيع هو علي ربيع بتاع كل الافلام اللي عملها قبل كده. ولو داخل على اساس فكره جديده وكرييتيف فمش هتلاقي. طب انت داخل ليه؟ انا مش عارف بقى بصراحه، يعني ارجوك ما تغلطش غلطتي، استنى الفيلم لما ينزل على المنصات وتتفرج عليه احسن. في بقى اكتر بقى مشاهد عجبتني مشاهد الماتشات بتاعت السله اهو بقى دي، يلا نمدح بقى شويه. في بقى هنا بقى التنشن بتاع الماتشات، ان فيها مثلا حرق لكم بقى يلا مش مشكله، بس يعني اللي ما يحبش الحرق جري الثانيتين دول، ان في مثلا ماتش هم خسروه فبعدين بقى بيشدوا بقى الهمه ويتكلموا كلام حماسي، وبعدين الماتش اللي بعديه بيكسبوا سكور. سبحان الله سبحانه، فرقه عمرها ما لعبت سله بقوا كويسين بس تمام، وبيكسبوا الماتش عادي بس بشويه حماس وطاقه. في ماتش تاني كسبوه عن طريق الخدع، يعني كانت حلوه بس مش هقدر احرقها دي لان دي جوهر يعني من ضمن جواهر الفيلم. المشهد النهائي او المباراه النهائيه بتنتهي بكل الافلام اللي احنا شفناها اللي بتتكلم عن الكوره نهوها بنفس الطريقه. يلا غير ما اقول لك بقى الطريقه انت المفروض تكون استنبطتها.
بس المشاهد دي مشاهد حلوه، انا متاكد مليون في الميه انها حلوه، انها عجبتني. احمد حاتم كان طالع ضيف شرف وكان ايه حلو، وفي برضه ضيف تاني مش عايزين نحرقه، بس هو طبعا واحد من كبار مشجعين الاتحاد السكندري. اوفر اول لو انت داخل السينما وما دخلتش سيكو سيكو، او انت دخلت وعايز تشوف فيلم تاني، ما تدخلش فيلم علي ربيع واستنى لما ينزل المنصات، لانه حرام يعني. ما تعملش نفس اللي انا عملته. يعني مثلا في التمثيل هتلاقي وئام مجدي طلع مش حلوه، مش افضل حاجه، في ممثلين ما كانوش برضو في افضل احوالهم، بس اوفر اول الممثلين الشباب اللي هم البنات كانوا كويسين، خصوصا البنت السودانيه كانت عامله دور حلو وضحكتني كذا مره. مشاهد الكوره، وان احنا عمرنا ما اتكلمنا عن الباسكت بول قبل كده، ان الفيمينيزم بقى، وان البنات تعرف تلعب ولازم يبقى ليهم دور وبلا بلا بلا، برضو ده شيء كويس ويحترم. غير كده مش حاجه ان انا احبذها ان انت تتفرج عليها حاليا، او انت تروح سينما. يعني ممكن لما ينزل بعد كده تتفرج عليه. ده تقييمي وده ريفيو سريع كده عن الفيلم ده. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واستنوا ان شاء الله ايه في فيديوهات جايه. مش فاضل في افلام العيد غير نجوم الساحل، عرفوني في الكومنتات لو انتوا عايزين ريفيو عنه ولا لا. بس كده، سلام.